ازيكم يا حلوين؟ عملت حاجة كده جميلة ما شاء الله. صينية كده تنفع عشاء، تنفع فطار، زي ما تحبي سميها بقى، فطيرة سميها، بتزاية. حاجة من الآخر طعمها خطيرة وسهلة وبسيطة، ما خدتش مني أي وقت، دخلت عملتها بدقايق. طعمها يا جماعة والله هتعجبكم إن شاء الله، طعمها رائع. وكلتها مكونات في البيت، مش هنجيب حاجة من بره خالص. ممكن تعمليها من اي بواقي في التلاجة، ما شاء الله تحفة. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. شوفوا الجمال بقى والحلاوة دي، ما شاء الله ما شاء الله. هتعتمدوا على طول من جمالها ومن طعمتها. اول حاجة بقى انا معايا حبيتين من الطماطم وحبيتين من الفلفل، بس كده هنقطع بقى الحاجات دي بالشكل ده قطع صغيرة. بعد كده جبت معايا حوالي عن عودين يعني من الكزبرة على عودين من الشبت، قطعتهم بالشكل ده حوالي عن ربع كوباية كده. بالشكل ده قطعتهم بالطريقة دي. جبت بقى الصينية بتاعتي، دهنتها حبة من الزيت حلو كده من كل الاتجاهات. وبعد كده بقى هجيب حاجة كده ما تخطرش على بالكم، رغيف عيش، رغيف العيش العادي اللي في كل بيت، البلدي. جبته بقى حطيته في الصينية كده، وجبت معايا بقى حوالي عن 3 بيضات، نزلت بيهم بالشكل ده. ونزلت بالبهارات بقى، فلفل اسود وكمون كل ده معلقه صغيره، وكزبره معلقه صغيره. ونزلت برضو بشطه معلقه صغيره، وملح معلقه صغيره برضو، وزعتر معلقه صغيره، وبيكنج باودر برضو معلقه صغيره. نزلت بيهم كده، ومعايا برضو نص كوبايه من الحليب نزلت بيها. وكل ده بقى هنزل بيه كده. ومعايا برضو ربع كوبايه من الزيت نزلت بيها برضو، كل ده ربيته مع بعضه كده. ودمجتهم كلهم مع بعض كده عشان البهارات تندمج كده مع الحليب مع البيض مع كل حاجة، وتختلط ببعضها كده. خلطتها كده مع بعض، وجبت بقى الطماطم والفلفل والكزبرة اللي احنا قطعناها نزلت بيها. ومعايا كوباية، نص كوباية كده او ربع كوباية من الجبنة، اي نوع جبنة عندك، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، اي حاجة. نزلت بيها كده. ومعايا معلقتين صلصة برضو نزلت بيهم، بتطعم لي كل الخضار ده. عايزة تحط اي نوع خضار حطي بقى براحتك انتي، الحشوة دي اللي تعجبك انتي حطيها. فردتها حلو وقلبتها مع بعضها كده. وهنزل برضو ومعايا برضو لانشون، كان عندي برضو لانشون قطعته برضو. كل حاجة اي بواقي في التلاجة طلعيها وحطيها في الصينية، مش هتقولك لا. حطي كل اللي انت عايزاه. ممكن تحطي فيها فراخ بتكون معمولة برضو متشوحة، بايتة برضو تحطيها. عايزة برضو تحطي لحمة مفرومة حطي براحتك. ضغطت عليها حلو كده وسويتها من كل الأطراف. وجبت بقى أي نوع برضو جبنة عايزة تحطيها برضو على الوش، تزيني بيها الوش حطيها. أنا حطيت برضو جبنة من موزاريلا على وش الصينية كده تديها شكل. دخلتها الفرن بقى على درجة حرارة 200، يا دوبك بس هتتشمع معانا كده وتاخد اللون من فوق. طلعت معايا بقى بتحفة يا جماعة بالشكل الجميل ده. حاجة كده جميلة، ريحتها قلب البيت من جمالها ومن ريحتها كده. حاجة كده أقول لكم خيال. هتعتمدها على طول من سهولة طريقتها، تعملها على طول وتعتمدها على طول. شوفوا عاملة ازاي. ولادي من جمالها بقى يقولوا لي اعمليها على طول كل يوم. لو في نص الليل هتعمليها، لان سهلة خالص وبسيطة، مش هتاخد وقت خالص. هتدخلي تعمليها في دقايق. تحفة يا جماعة، تحفة. لايك وشير لو عجبك الفيديو.